بتروح على امها وهي ماسكه ايده كده، وبيروحوا رابطينه في الكرسي عشان يعملوا الطقوس ويخرجوا الروح الشريره، وكل ما يرموا عليها حاجه يقول لهم دي حلوه قوي لحد ما بيفك ايده وبيهرب منهم، بس هي بتقفشه وبيبقى عشان يعدوا اليوم كويس بس، وبيروحوا رابطينه في الاوضه عشان ما يعملش حاجه، واول ما بتشيل ايديها بيقعد يشتم امها عشان ربطته، فبيوصلوا لقرار انهم يربطوا بس ايديهم في بعض، وبتبقى امها جايبه يوم هو عشان تعالجها، والتانية بتفوق بتقول لها ما سبتنيش اموت ليه وانتي عارفه اني هعمل كارثه. تاني يوم سيونج مش بتلاقيه جنبها، وهو بيبقى واخد لبس بتاع سيد الزهور ورايح على المدرسه، وهو داخل المدرب بيشوفه وبيقعد يتريق على لبسه وبيخليه يلبس الزي الرياضي بتاعه، وهو بيكلم المدرب بطريقه مش رسميه كانه صاحبه، وبيقول له هو فعلا في فريق الرمايه. سيونج بتروح بيته بس مش بتلاقيه هناك، وبتلاقي بوكي وبتبقى عايزاها تروح وراها. غيونو بيتدرب على الرماية وجيهو بيشوفه فبيروح له، والتاني بيروح مصوب السهم ناحيته فبيعرف انه مش غيونو فبيقول له صح، وبيروح زقه ويجري بسرعة، وبتوصل شونج المدرسة بلبس النوم. امها بتعمل طقوس تطهير من اللعنات ليوم هو عشان ما تموتش. الروح بتروح عند المستودع وبيشوف روح النار هناك وبيبقى هيأذيه، فبتقوله لا اكيد عنده حاجة عايز يقولها